رصاص أمن فاس يصد أفعال إجرامية خطيرة، وهذه هي التفاصيل. ولكن قبل ذلك لا تنسوا التفعيل بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. اضطر مقدم شرطة يعمل للوحدة المتنقلة للنجد بولاية أمن فاس إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة من ذوي السوابق القضائية، والذين كانوا في حالة سكر واندفاع قويتين، وعرضوا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك عن طريق الرشق بالحجارة. وكانت مصالح الأمن بمدينة فاس قد توصلت بإشعار حول القيام المشتبه فيهم بإحداث الضوضاء بالشارع العام وتهديد سلامة المواطنين، حيث تدخلت دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم رفضوا الامتثال. وواجهوا العناصر الأمنية بالرشق بالحجارة وحمل السكاكين الحادة الكبيرة، مما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين وإصابة أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى. ومكن هذا لاستعماله واضطرار سلاحه الوظيفي لتنحي الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف 4 منهم.